13 يوليو 2014 ونهائي كاس العالم ما بين الارجنتين والمانيا، الناس كلها في المانيا كانت بتهتف جوتزي جوتزي، وده لان هو اللاعب اللي جاب لهم الهدف اللي كسبوا بيه البطوله. لكن دايما كان في لعيب منسي في القصه دي، وهو اندريا شورلي، اللاعب رقم 9 في منتخب المانيا. اللعيبه اللي زي دي في تاريخ الكوره كله بتكون غلابه. الناس دايما بتنسى اللعيب اللي عمل الاسيست بتاع الجون، مع ان كتير من تفاصيل الجون بتكون في الطريقه اللي اتلعب بيها الكوره للمهاجم. وده اللي عمله اندريا شورلي بعد ما خد الكوره وحط كل لعيبه الارجنتين في ظهره عشان يجري على الوينج لحد ما يلاقي الفرصه المناسبه اللي يلعب بيها الكوره لماريو جوتزي، والباقي انتوا عارفينه كويس. 2010 وبعد ما صرخ عصام الشوالي كامبيون ديل موندو، وده بعد ما حط انيستا الجون بتاعه في هولندا. وبرده ورا القصه دي في لعيب من اعظم لعيبه الوسط في تاريخ الكوره، سيسك فابريجاز، بعد ما لف بالكرة وحط العالم كله في ظهره لحد ما لقى الطريقة المميزة اللي هيدي بيها الاسيست لاندريس انيستا عشان يخلد بيها لنفسه تاريخ من ذهب محدش يفتكره. 2002 رونالدو الظاهرة دخل كاس العالم بعد موسم اسطوري قضاه في المستشفى. الراجل فك الجبس ونزل الملعب عشان يرازي في الغلبان بتاعنا ريفالدو اللي سجل في البطولة دي 6 جوان، وحتى في ماتش النهائي اللي البرازيل كسبته 2-0 فالجون الاولاني جاي اصلا من تسديده من ريفالدو اتصدت من الحارس ورجعت لرونالدو الظاهره مع الشبكه فاضيه. اما الجون الثاني فكانت عرضيه رايحه لريفالدو قبل ما يفوتها عشان رونالدو يخش ويلاقي نفسه انفراده مع الحارس عشان تخلص البطوله ويجي حفل توزيع احسن لاعب في العالم اللي رونالدو الظاهره خدها، ويخش ريفالدو القاعه ويمسك المايك ويقول كلمه واحده: لا مؤاخذه في اللفظ، لا مؤاخذه ايه في اللفظ. 2018 وفاز تألق منتخب فرنسا، العيون كلها كانت على كيليان امبابي وانطوان جريزمان وبول بوجبا، لكن كان في لعيب واحد منسي في القصه دي كلها، اللاعب الغلبان قوي اوليفيه جيرو. لا ده غلبان بجد في الحلقه.